عينيها ضغطه، عادي، خد الامور بهمه كده وبنشاط، ما تسيبش لنفسك فكره طب ما تتماينش مع نفسك. لو ماينت نفسك هتغلبك. اوعى تتماين مع نفسك. يا يحيى خد الكتابه بقوه، تعامل مع امور بجد، تعامل مع نفسك اللي هي ما اسمعش صوتك، بتكلم بجد والله، اسمع صوت، ما تقترحيش ولا تقولي ولا تعيدي ولا اسمع صوتك اصلا، لان النفس هي اكتر عدو للانسان، هي اكتر واحده تحب التراخي. خلاص هاني، ما فاضلش وقت كتير، الثانويه العامه ما فاضلش فيها وقت كتير. في ناس بتنام عشان تحلم، وفي ناس بتقوم عشان تحقق حلمها. فانت لحد الان ما عملتش حاجه في بيتكم عملت بوم وخلت الناس طاعت من الفرحه. خلينا متفقين، هل انت متخيل ان النجاح سهل؟ النجاح في اي حاجه؟ الدليل انه مش سهل، ان مش كل الناس ناجحه. ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. لازم تعرف ان عشان تبقى كويس لازم تتعب قوي، مش تتعب بس، لا لازم تتعب قوي. جماعه لو النجاح سهل والله ما كان حد عنا في الحياه يا شباب. هي للاسف انا ما بحبش اقول الكلمه دي، بس دي الحقيقه. ايه بقى الحقيقه؟ ان الثانويه العامه سبق، اللي بيكسب السبق هو اللي بيشد في الاخر للاسف. فاللي هيشد ال60 يوم اللي جايين دول وكان بيهزر طول السنه كانه ما كانش بيهزر، كسب. واللي هيجي في ال60 يوم دول تقول انا تعبت ويريح، كانه ما تعبش وضيع التعب اللي فات. انت الطبخه بتاعت حلمك استوت على النار، فضل رشه الملح اللي بتتعمل دي، لو ما اتعملتش الاكله بتبقى دلعه ملهاش طعم. لو انت لسه هتبدا، وعلى فكره العبره ولا بالوقت، العبره بالنيه وبالمجهود. ما تملش، اوعى تمل. قعدنا نقول لك مليون مره اعكف على الكتب وادرس، او قلنا وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الاوقات فيه استغرق، اقعد وقت من حياتك كده ضيع عمرك فيه. هنا يا جماعه ان تفني عمرك في طلب العلم، هو ده خير العمل يا جماعه. عباده وعلم، اعمل الاثنين مع بعض، صدقني يا ابني هم دول خيراي الدنيا والاخره. تحس كده انك في مكانه ما حدش واصل لها. طبعا انا عارف انك هترد عليا وتقول لي لا يا مستر، الفلوس اهم حاجه. الفلوس يا ابني مش اهم حاجه الفلوس، انا لا انكر اهميتها ولكنها الوسيله وليست الغايه. اتعلموا يا جماعه والله هتكبروا. لما يكون همك هو الفلوس انت هتعمل بيها ايه؟ يعني بص، ده بيقول لك، يعني الشاعر كان بيقول وانظر الى من حوى الدنيا باجمعها، يعني واحد حيزت له الدنيا بما فيها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ هتروح منها بايه؟ اي شخص فينا هيروح منها بكفن ومشتين بيض هيتلفوا حواليك وهتترمي في التراب، ما عرفتش تاخد اي حاجه معاك. فانت ما تسعلهاش قوي. يعني انا ما بقولكش ما تعيش حياتك، عيشها، بس سؤال، انت لما تحويها باجمعها يعني ايه اللي انت هتعرف تاخده منها؟ اللي انت تعرف تاخده منها حاجتين: سيره طيبه سبتها، زي ما احنا قلنا قبل كده، ارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر قبل الموت بعد الموت عمر انسان. ده شيء كويس، والعمل الصالح اللي انت عملته هتقابل بيه ربنا. لكن ان انت تقول لي فلوس جمعت على قد ما جمعت، هتعرف تاخد منهم قرش؟ يعني لو لا قدر الله واحد فينا توفاه الله، هتعرف تاخد قرش واحد؟ مش هتعرف. ده انت بالعكس يوم القيامه ربنا الناس يقول لك ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. مش ممكن واحد المال ما اغناش عنه. هنا يا جماعه لا يغني، ولذلك يعني خليك كده بص عاقل، يعني خلي فيه عقل. ولذلك يقول الشاعر أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنته. يعني انت لما تيجي تبيع أباق بفان، يعني انت بتبيع الفاني، بتشتري الفاني وتبيع اللي باقي. تشتريه سفاهة، سفيه وانت بتشتري، عبيط قوي، بتشتري اللي فاني وبتسيب اللي باقي. الباقي هو اللي أفضل، لكن اللي فاني ده ملوش لازمة، حاجة هتروح. فبيقول لك أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان، يعني بتشتري سخط ربنا عليك بدل ما تشتري رضوان. ونارا بجنتي، انت ما شاء الله اشتريت الثلاث حاجات السيئة، اشتريت الفاني واشتريت السخط من ربنا واشتريت كمان ايه يا جماعه؟ يقول لك انا اباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنتي. اشتريت ايه؟ سخط، واشتريت فاني، واشتريت نار، وبعت مين؟ بعت الباقيات، وبعت الرضوان، وبعت الجنه. مش ممكن. عقل مش موزون. عقل الانسان ده لما تيجي تبص له مش عاقل ابدا. يقول لك كائن عاقل، الكائن عاقل ازاي يعني؟ نفسي افهمها. لو عاقل ما كانش عمل كده. وانما العقل في
الحكمه والترشيد انك تبقى فاهم كويس الدنيا مخلوقه ليه، بس كده. فهنا حبيب قلبي ما تملش من انك تتعلم، لا احنا بنتعلم مع بعض ونضيع وقتنا في العلم، دي حاجه كويس ان احنا نضيع وقتنا فيها. عمرنا لما نسال عنه نقول له والله يا ربنا احنا ضيعنا وقتنا في التعليم لوجهك مش لحاجه ثانيه، فربنا سبحانه وتعالى يكتبها لنا ويأجرنا عليها في الدنيا والاخره. معظم طلب الثانويه عامه معظمهم بنسبه تتجاوز ال 50% اما بيذاكروا في ثانويه عامه هو ما بيذاكرش غالبا في المقام الاول عشان يحقق طموحه، هو بيذاكر في المقام الاول عشان خايف من نظره بابا وماما، رد فعلهم، خايف من الاسره، خايف من اصدقائه، خايف من المجتمع، خايف من المدرسين، خايف لا يتبص له بصه بص او انت اللي فاشل. لكن هو في قراءه نفسه ممكن ما يكونش المحرك الاساسي ان انا عايز اخش الكليه دي او دي، ده هو ممكن يكون عايز يخش دي هو اصلا ما يعرفش هي دي حلوه ولا مش حلوه. والله انا دخلتها، انا جربتها قبل كده، جربتوش، انا ايش عرفني هما بيدرسوا ايه جوه كتفصيل، انا ايش عرفني احب ده ولا مش هحبه، بس هي اللعبه كلها انا اخشى من النظره دي. فالمحرك بتاعه بقى الايه؟ بقى الخوف. فوجود العنصر ده في حياتك، وانا هنا بتكلم على الخوف مش الجبن، ده نعمه. قد تم بحمد الله. ايوه وثق يالا، ده مستقبلك. 18/3 ثانيه بقى كده. بص يالا، انا كاتب فيك شعر كده بالبلد يالا، عاوز اقول لكم كلمه في ودنكم، جده بيحبكم. ماشي كده؟ تعالى بقى. ايوه يا معلم وثق يالا. ايوه بقول اهو، اسخن واقول. ماشي، ادي 2025. ربنا يوفقكم جميعا. جزاكم طيبين جميعا. عافر حلمك يستاهل، صمم توصل علشانك، وقعة واتنين وتلاتة، قوم تاني ده فوق مكانك، اوعى تسلم ودانك لكلام لو احبطوك، قادر تبني في حطامك توصل رغم الشكوك، قادر والوقت لسه، قادر لو تتعب اكتر، اضغط نفسك هتوصل وتشوف حلمك بيكبر، ابدأ من تاني وعافر، بكرة تعبك هتلاقي، اوعى. على مين يا صعب، ده انا كل قلبي قد الحياة، عاش اللي عاش واللي ما جاش رماه وراه، عمل العمايل وبطوله شايل كل ده، انا قلبي حي وانا